وفي أثناء محاكماته حصل مشاورات كتير وحصل نقاشات كتير ما بينه وما بين القضاة، فطلع قال القصيدة بتاعته المشهورة وهي: لا تأسفن على غدر الزمان فلا طالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. يا قمة الزعماء إني شاعر والشعر حر ما عليه عتاب، إني أنا صدام أطلق لحيتي حينا ووجه البدر ليس يعاب، فعلام تأخذني العلوج بلحيتي أتخفيها الأضراس والأنياب، وأنا المهيب ولو أكون مقيدا فالليث من خلف الشباك يهاب، هلا ذكرتم كيف كنت معظما والنهر تحت فخامتي ينساب. إلى آخر الأبيات بقى. بس أنا حبيت أذكر الأبيات دي لأن أبيات فيها عظمة وشموخ. واحد هيتحكم عليه بالإعدام يطلع في قلب المحكمة ويقول الكلام ده يدل على القوة، وإحنا كمصريين بنحب صدام حسين بسبب المواقف اللي كان بيعملها مع